السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل سعادة. رسالة إلى الأخوة السوريين من يمن حر ومن كل أحرار الدول العربية وأحرار العالم. ألف مبروك هذا الانتصار. في النهاية مهما اشتدت الأوجاع ومهما طالت السنين لابد للخير ولابد للحق أن ينتصر بإذن الله، شاء من شاء وأبى من أبى. وهذا رسالة للأخوة السوريين، هذا فرصة عظيمة في هذه الأيام المباركة بالنسبة للسوريين وبالنسبة لنا كأحرار. يعني ما فيش، يعني كل الناس بتحب سوريا وكل الناس بإذن الله بتتمنى الخير لأهلنا في سوريا، ومن قلب يمني حر بنحب سوريا وبنتمنى لها الخير وبإذن الله الخير قادم. فهذه الرسالة ألف مبروك لكم. وهذه الأيام يجب أن يستغلها السوريين لبناء دولة، للتضحية من أجل الدولة، للاستثمار من أجل الدولة، لحب هذه البلد هذا المبارك. يجب أن يستثمر كل الواعين، كل الناس الواعين وكل الناس المؤثرين وكل الناس الذين يحبون سوريا ويحبون هذا البلد، يستثمروا طاقتهم وكتابتهم في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أرض الواقع بنفع الناس وبإرشاد الناس إلى السلوك الصحيح وبإرشاد الناس إلى النهضة وإلى التقدم وإلى النظر إلى تجارب الشعوب المختلفة، كيف تتعايش وكيف تتقبل التعايش بمختلف الفصائل ومختلف اللغات. الدول دائما تنهض وترتقي في التقبل. يجب أن نتقبل بعض، يجب أن نتقبل اختلاف بعض، يجب أن يحكمنا القانون والعدل، القانون للكل، العدل للكل، الدولة للكل. وعندنا تجارب في دول كثيرة زي رواندا، دول نهضت، وزي اليابان وألمانيا وغيرها من الدول التي نهضت من بعد حروب وصراعات كثيرة جدا. اليابان دولة غير محدودة الموارد ولكن لديهم عقول نهضوا بها. فهذه الرسالة، هذا الوقت الذي تمر به سوريا حساس جدا. صحيح ان المشوار طويل ودائما البناء صعب وبيأخذ وقت وما فيش حاجة بتتحسن بليلة وضحاها، ولكن أملنا بالمحبين وبالغيورين لهذا البلد أن يصنعوا من بلدهم منارة بإذن الله تضيء لكل العالم إن شاء الله. أتمنى الخير للسوريين يعني لأنهم صراحة عانوا كثير جدا، فيستحق هذا الشعب، يستحق بلد قوي يحتويهم بكل أطيافهم وبكل تفاصيلهم وبكل فصائلهم. ونتمنى لهم الخير إن شاء الله والصلاح والسلام، ونتمنى الخير لكل الدول العربية وأهلنا في غزة وفي كل الدول العربية. ونحن في اليمن نتمنى الخير برضه لنا في اليمن إن شاء الله في كل الدول العربية. تحياتي لكم محمد المرسي.